السلام عليكم، عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بصحة وسعادة والف خير، وكل سنة وانتم طيبين يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنعمل مع بعض اصابع الجلاش بالمكسرات. طبعا ممكن تعمليها بالكريمة، ممكن تعمليها اللي هي ابقى اعملها معاكم مع اصناف تانية يعني. ممكن تعمليها بالكنافة، بالبسبوسة، يعني ليها طرق كتير. فاحنا معانا ايه؟ انا معايا سمنة، دي سمنة بلدي يا حبايبي، وحاطة معلقتين زيت ذرة، ومعايا المكسرات اللي عندك، اي مكسرات، بس لازم نحط عليها معلقتين سكر. احنا هنحشي قطايف، هنحشي اي حاجة هنحط سكر. طبعا الجلاش في ناس بتحب تحط قرفة، بس انا كمان عندي الاولاد هنا مش بيحبوا القرفة، فانا ما حطيتش. انت لو عايزة تحطي قرفة براحتك، بيبقى خطير. فطبعا انا فردت لفة الجلاش، وهنعمل ايه؟ بسم الله. هي ورقة واحدة كده، ومعايا اهي الصينية يا حبايبي، ودهنها تدهنيها حلوة قوي. آه هناخد ورقة كده وهنتنيها بالطريقة دي كده، وهنحط بقى ايه؟ اي مكسرات عندك. عايزة تحطي في المكسرات سيرب او سكر اللي يريحك. انا حاطة سكر بصراحة اهو. وهندهنها بقى خفيف كده. وعايزاكي بقى هتبرمي قوي كده عشان الاصابع تطلع حلوة معاكي. هنبرم قوي كده اهو، وهنحط على الصينية المدهونة. نفس الحكاية. ورقة واحدة هندهنها من الخليط اللي احنا عاملينه. وهتتني كده الورقة. نحط الحشو. لو انت عاملة بسبوسة وفايض منك او كنافة، ممكن تحشي بيها. ممكن تحمري الكنافة او تحطيها في الفرن وتحشي بيها. نعمل واحدة كمان مع بعض. دهنة مش كبيرة قوي، خفيفة كده عشان ما يبقاش تقيل. وهنتني زي ما احنا عارفين كده يا امارات. هنتني كده الورقة وهنحط الحشو كده. عايزه اقول لك على حاجه، الفرن طبعا والع، انا مولعه الفرن. ولما هتستوي اصابع الجلاش، هتلاقيها استوت، خدت لون ذهبي كده من تحت. هنفتح عليها الشوايه دقايق، مش عايزاكي تغيبي عنها، لان الشوايه على طول ممكن الجلاش خفيف، فايه ممكن يتحرق ولا حاجه. اهي يا حبايبي خلصت الصينيه، اللفه خدتها معانا. فطبعا هنقطعها اصابع على 3. هنقطعها قبل ما هندهنها. وعايزه اقولك اللي احنا عاملين طبعا السيرب مع بعض. وطبعا الجلاش بيتسقي سيرب بارد وسيرب تقيل. احنا عاملينه لسه عاملينه مع بعض في فيديو. وبس ما خدش معانا دقايق. انا قلت لك اي حشوه انت عايزه تحطيها يا حبيبتي تحطيها. انا حطيت المره دي مكسرات. هندهنها بقى. عشان احنا مدهنهاش الوش بتاع الجلاش، فهندهن الاصابع كلها كده. وهندخلها بقى الفرن. طبعا زي ما انا قلت لك الفرن والع مسبقا، فلما تلاقيها احمرت من الجوانب، خدت لون ذهبي، هتفتحي الشوايه، ولما تخرج اوريها لك يا قمر.
وهي يا حبايبي خلصت معايا الصينيه، لسه سخنه دلوقتي، لسه فتحت عليها الشوايه دقايق، والسيرب ده اللي احنا عاملينه مع بعض التقيل بارد اهو. هنحط بقى على حسب ما بتحبي السكر بتاعها اهو، بتشرب معانا اهو السيرب. يعني بصي انا حطاه في التلاجة في ازايز، وخطير ازاي اللي احنا عاملينه مع بعض، بيقعد معايا بالشهور اهو كده حلو. هقدم بقى معاكم طبق يا حبايبي، وقدمت معاكم يا حبايبي اصابع الجلاش بعد عملناها مع بعض خطوه بخطوه، وسقناها السيرب البارد. ويا رب تجربي اصابع الجلاش بطريقه شيف هلا وتعجبكم. الف هنا وشفا يا رب عليكم.